امبارح طلعت اتكلم في موضوع كوكو انديس، وفي ناس كتير جزاها الله خير فهم كلامي صح، وفي ناس فهم كلامي غلط. مش موضوعنا، احنا موضوعنا دلوقتي نساعد الراجل المظلوم زي ما بنقول. طلعت قلت التزموا الصمت، التزموا الصمت يا اللي ما بتعرفوش تتكلموا، التزموا الصمت عشان ما تدينوش الراجل، التزموا الصمت عشان نقول كلام المحكمه تعيد اجراءات التقاضي. النهارده انا طالع بقى ابدا الكلام في حق كوكو، طالع ابدا الكلام بعد اذن القضاء العسكري بنناشد حضراتكم، واحنا واثقين مليون في الميه سواء في الحكم اللي صدر ضد كوكو او سواء في براءة المتهمين الاخرين من القضيه، واثقين في ده وواثقين في ده. بس ربنا في مواقع كتيره من القران يا فندم امرنا ان احنا نفكر، وامرنا ان احنا نتعقل. قال افلا تتفكرون افلا تعقلون. بناء عليه النهارده احنا بنسمع ان محامي ب5 جنيه كان في ايده يخرج كوكو من القضيه لان كل الاطراف اللي قبل منه حسن النيه. ازاي كوكو يبقى سيء النيه وهو اشترى من الاطراف حسنه النيه دي؟ فده بيخلينا هنا نفكر، وبيخلي في مجالات للشك كتير بتدخل، وبيخلي في ناس بتتلاعب بالمؤسسات وعايزه تشوه صورتها، بتخش تقول كلام مش منطقي. احنا مصدقين فيكم مليون في الميه ومقدرين 100% ان القرار اللي حضراتكم اصدرتوه قرار صح 100%. بناء على ايه؟ عايزين بس نطلع على حيثيات الحكم، لان احنا بني ادمين يا فندم، محتاجين بس نعرف ليه الحكم ده صدر. هل الحكم ده صدر لان في حاجه ما بيذكروهاش على صفحات كوكو انديس مثلا؟ في حاجه هنا ما هم ما قالوهاش وحضراتكم على اطلاع بيها، فمحتاجين حضراتكم تظهروها لنا؟ هل في قضيه تاني كوكو متهم فيها مثلا فبناء عليه حضراتكم بتحجزوها عندكم عشان خاطر القضيه دي؟ لان كل اللي احنا شايفينه بيقول ان المفروض ان كوكو كان هياخد براءه. الراجل مش مدان، الراجل زي ما انتوا حضراتكم شفتوا نزل من الصين مخصوص عشان يواجه الموضوع بنفسه. الراجل معاه تسجيلات بتقول ان هو فعلا كان بيشتري قطعه بضاعه. الراجل غلطته الوحيده انه وثق في التاجر اللي قبل منه، التاجر اللي قبل منه مثلا ما بعتلوش فاتوره، ما ادالوش ورقه، دي غلطته. هل الغلطه دي تستدعي ان يتحكم على شاب مكافح طلع في خلال 10 سنين عمل محلات اسمها كوكو انديس؟ هل النهارده يعقل ان احنا نسكت وبيقولوا لنا ان في شاب محبوس واخد حكم 10 سنين، والحكم دوت عشان خاطر هو ما خدش فاتوره من التاجر اللي قبل منه؟ الراجل ما سرقش، كلنا مقتنعين مليون في الميه، وحضراتكم اولنا اكيد ان الراجل ما سرقش، ما مدش ايده في مخازن الوزاره. الراجل مش كان على علم ان هي كانت مسروقات برضه. فيا فندم بعد اذنكم بس اللي طالبينه منكم تهدئه الراي العام باظهار حيثيات الحكم، وده انتم مش مطالبين بيه والله، بس احنا بنطالبكم بيه عشان خاطر في ناس بتتلاعب هنا في الموضوع، في كومنتات بتشوه صوره المؤسسات الدوله. محتاجين ان احنا نعرف نرد عليهم بحجه قويه هي عندكم، اصروها لنا بالله عليكم. وده كان طلبنا منكم، نشدتنا للقضاء العسكري العادل المصري.